واغتصب 34 طفل. في أشكال كتير لسوء الأخلاق والجريمة والانحراف، بس توصل إنه يكون اغتصاب أطفال. هحكي لك عن أقذر أنواع البشر اللي للأسف موجودين حواليك، وممكن كمان يكونوا من قرايبك. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. سنة 1980 اتولد رمضان عبد الرحيم منصور في مدينة طنطا، واتربى هناك وسط أسرة بسيطة، وكان طفل منطوي وغلبان جدا، وكمان كان طفل ضعيف الذكاء. وأول ما وصل سن 13 سنة وعلشان ظروف عيلته طلع اشتغل صبي في قهوة، ويبعت له القدر شخص اسمه عبده التوربيني، بلطجي وحرامي وفيه كل الصفات اللي زي الزفت. فأقنع رمضان إنه محتاج يستلف منه فلوس اللي كان محوشها من شغله في القهوة، وإنه ما يخافش لأنه هيردها له تاني. وفعلا رمضان سلف التوربيني 1000 جنيه اللي كان محوشها، ويوم 2-3 شهر ورمضان بيطالب التوربيني بفلوسه لحد ما زهق منه وقال له ماشي تعالى أنا هديلك فلوسك. وفعلا راح معاه رمضان وطلعوا على سطح القطر لحد ما يكتشف رمضان إنه جايبه عشان يضربه ويغتصبه علشان يخلص من زنه. ومش بس كده، ده كمان يقتله. وفعلا بعد ما عمل كده في رمضان رماه من على سطح القطر وهو ماشي. لكن لحسن حظ رمضان كان ليه نصيب انه يعيش تاني، بس باصابات كبيره جدا. واحده منهم كانت في الجمجمه واللي تسببت له في حول في عينه. المهم فضل رمضان مده كبيره في المستشفى لحد ما تعافى وفعلا خف وخرج، بس خرج وهو عايز ينتقم من عبده التوربيني، ولكنه عرف انه مسجون وده خلاه زعلان جدا ومستني ينتقم منه بعد اللي حصل فيه. وخرج عبده من السجن ورمضان عرف، ويا دوب لسه هيفكر ياخد طاره ازاي يقوم يعرف ان عبده مات في حادثه، وده خلاه يتحول حرفيا من مجني عليه لجاني. وقرر رمضان يسمي نفسه اسم الراجل اللي غيره تماما وسمى نفسه التوربيني، وقرر يعمل سيناريو اللي حصل معاه، وراح كون عصابه من اطفال الشوارع كل الاعمار اللي فيها مش جايبه 18 سنه، وكل واحد فيهم له حكايه غير التاني، اللي هربان من بيته بسبب ابوه وضربه ليه، وقصص من اللي بنسمع عنها دايما. فكانت رجاله التوربيني السويسي وبزازه وبقه والجزار، وبداوا يجمعوا اطفال شوارع في اعمار صغيره ما بين ال8 سنين وال9 سنين، ويخلوا العيال دي تشحت أو تسرق في الشوارع. المهم إنهم آخر اليوم يرجعوا له بفلوس، واللي مش هيجيب فلوس التوربيني هيغتصبه قدام باقي الأطفال كعقاب ليه ويخوف بيه العيال التانية. وكان في طفل اسمه محمد لسوء حظه إن في يوم ما عملش إيراد كويس فراح اغتصبه قدام كل الأطفال، بس الواد ده مسكتش واتسرسب لحد ما عرف يبلغ عنه، واتقبض على التوربيني وقتها وخد حكم ب6 شهور بتهمة هتك عرض طفل. وبعدين خرج من السجن، بس خرج علشان ينتقم من الطفل اللي حبسه، ومش بس الانتقام المعتاد بتاعه اللي هو اغتصاب الأطفال. محمد ده كان أول ضحية للتوربيني، راح قتله ورمى جثته في نفق تابع للسكة الحديد، وبدأ يتحول ده لنظام عند التوربيني. ومن هنا تحول لمهووس بالأطفال اللي كان بيقنعهم علشان يطلعوا معاه على سطح القطر إنه هياخدهم في رحلة لإسكندرية. وطبعا علشان الأطفال دول مالهمش أهل فدي بالنسبة لهم كانت فسحة بجد، كانوا بيوافقوا ويروحوا معاه يقوم يغتصبهم على سطح القطر. ومش بس كده، ده كان بيستغل إن القطر السريع ما بيوقفش في محطات كتيرة، يقوم مستني القطر اللي جاي في الاتجاه المعاكس ويرمي الطفل قدامه علشان يخفي ملامح الجثة كليا. وفضل كده لحد ما جه اليوم اللي حاول يغتصب فيه طفل، يقوم يهرب منه ويروح يبلغ عنه فيتحبس التوربيني 6 شهور كمان، ويخرج ويكرر نفس السيناريو الأول، وتستدرج العصابة بتاعته الطفل ده ويتفاجئ بالتوربيني ويغتصبه. بس قبل ما يقتله فضل يترجاه كتير جدا، لدرجة ان عصابة التوربيني نفسها كانت بدأت تتعاطف مع الطفل ده. لكن التوربيني هددهم هم نفسهم ان ممكن يحصل لكم نفس اللي حصل في الواد ده. راح رمى الطفل ده في بير برضه تابع للسكة الحديد وكمل في جرايمه دي، وما اكتفاش بده، ده كان سبب في حادثة قطر بشعة جدا. فمرة بعد الزفت اللي بيهببوا على سطوح القطارات ده كان مبسوط جدا بعد ما رمى طفل على قضبان السكة الحديد، راح قرر يزود هرمون الانبساط عنده ويبوظ فرامل القطر اللي حصلت بسببه حادثة انفصال عربيات القطر في كفر الدوار، واتقلب القطر ومات 52 شخص
بسبب المريض ده. وبقول مريض لأن ده مرض اسمه البيدوفيليا، ومعناه الهوس بالأطفال، عبارة عن سلوك جنسي شاذ عن الطبيعة البشرية. صاحبه ممكن يصاب بيه نتيجة إنه تعرض لنفس الحدث ده، فلما يكبر يقرر إن دي تكون ميوله. ومش عايزاك تتعاطف معاه لمجرد إني قلتلك إنه مرض، لأن المرض الحقيقي في الحكاية دي هو نفسه، لأنه صاحب التصرفات دي لا عنده لا دين ولا ضمير، وإنه حيوان بيتحرك في اتجاه غرايزه وبس. وكمان عايزة أقولك إن المقرف أكتر إن في ناس بتدافع عن الكلام اللي أنت بتسمعه ده، وبتقول إن دي حاجة فطرية، ودول احنا مش هنرد عليهم، مش لان مفيش ردود وان دول حيوانات بشريه، فطبيعي مش هيكون في لغه حوار ما بيننا. والهوس ده منتشر جدا على فكره. هكمل لك حكايه التوربيني. المهم فضل 7 سنين بيعمل نفس اللي بيعمله ده، لحد ما اكتشفت الشرطه جثث العيال اللي قتلهم او البقايا منهم، وتتجمع الخيوط وتعرف انها قدام قاتل متسلسل. الجثث بيكون فيها نفس تفاصيل التعذيب، ده غير ان السكة الحديد دايما العامل المشترك في جثة كل جريمة. وتعرفت القضية وبقت قضية رأي عام، وحصل رعب في الشارع المصري كله، لحد ما صدر قرار بالقبض على كل أطفال الشوارع واستجوابهم كلهم، لحد ما اتقبض على راجل من رجالته وهو بقه اللي كان حصل وقتها خلاف ما بينهم وكان خايف منه، فطلب من الشرطة الحماية مقابل انه هيتكلم، واتقبض على التوربيني. وفي بداية الأمر عمل عبيط شوية وشوية ملبوس، وقال إن في جنية هي اللي بتطلب منه كده، لحد ما اتشكلت لجنة طبية علشان تحدد مدى قواه العقلية، وأثبتت إنه شخص طبيعي جدا بس ذكائه ضعيف شوية. واتحكم عليه هو وأفراد عصابته بأحكام مختلفة، حد خد 45 سنة وحد خد 18 سنة، وده اللي اعترف عليه. أما هو فاتحكم عليه بالإعدام، وتنفذ الحكم عليه في 2010 الحمد لله. قولي كنت تعرف حاجة عن البيدوفيليا في الكومنتات، وهل قابلت شخص زي كده؟ وما تنساش لو كنت على الفيسبوك تتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد انك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.